السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناة فهم الذات. في ناس بتتعب جدا وهي بتقول لأ، مش عشان مش عارفين يقولوها لأ، لكن عشان أول ما الكلمة بتطلع بيبدأ صوت جواهم يشتغل ويقول كده أنا أناني، كده الناس هتزعل مني، هيقولوا إني اتغيرت وما بقتش كويس. فتلاقي الواحد مننا يوافق وهو مش قادر، يساعد وهو مستنزف وجايب آخره، يبتسم وهو مضغوط، ويختار راحة الناس على حساب نفسه. وكل ده ليه؟ بس عشان بنخاف من كلمة واحدة: أناني. الخوف من إن الناس تقول الكلمة دي ممكن يخلينا نعيش سنين طويلة بنحاول نثبت إننا طيبين، ندي أكتر من طاقتنا، ونسكت عن حقنا. ومع الوقت نكتشف إننا بقينا محبوبين جدا عند الناس، بس للأسف بعاد جدا عن نفسنا. الصوت الداخلي ده ما بيرحمش، دايما بيسأل هيقولوا إني اتغيرت كده أنا أناني. وعشان بس نتجنب الكلمة دي بنلاقي نفسنا بنوافق وإحنا فعلا مش قادرين، بنساعد وإحنا مستنزفين على الآخر، بنختار راحة اللي حوالينا على حساب راحتنا إحنا، بنترعب من فكرة إننا نتوصف بالأنانية، بنخاف نختار نفسنا، وبنخاف أكتر من اللحظة اللي هنقرر نحط فيها حدود، لأننا للأسف مبرمجين إن تلبية احتياجاتنا ممكن تتفهم غلط وتتسمى أنانية. القسم الأول في شرحنا النهاردة رعب الكلمة. هل أنا أناني؟ طيب خلونا نتعمق في الموضوع ده شوية. الخوف الحقيقي هنا مش من صفة الأنانية نفسها، لا، الخوف بيبقى من حكم الناس علينا. بنخاف حد يقول علينا اتغيرنا، أو إننا مش جدعان، أو بنفكر في نفسنا بس وما بقيناش وفيين للي حوالينا. الإحساس المرعب بإننا ممكن نفقد قيمتنا في عيون الناس هو اللي بيحركنا، وبيخلينا دايما نربط قيمتنا برضاهم هم. بنعيش في دايرة مقفولة بنحاول نثبت فيها إننا شخصيات يعتمد عليها، وبننسى تماما إننا كمان محتاجين حد نعتمد عليه، أو على الأقل محتاجين نرتاح. وهنا بقى لازم نوضح الفرق الشاسع اللي بين الأنانية الحقيقية وبين احترام النفس. الأنانية الحقيقية باختصار هي إننا نأذي غيرنا أو نستغلهم لمصلحتنا الشخصية. لكن احترام النفس ده قصة تانية خالص، ده معناه إننا نعرف حدودنا ونفهم طاقتنا واحتياجاتنا ونعترف بحقنا الطبيعي جدا في الراحة. يعني لما نختار نرتاح بعد تعب شديد أو نرفض حاجة بتستنزفنا، دي مش أنانية أبداً. ولما نبطل ننقذ كل الناس على حساب نفسنا، ده احترام للذات، مش قسوة ولا نقص في الطيبة. احنا من حقنا كبشر نقول لأ للحاجة اللي بتأذينا. القسم الثاني جذور المشكلة، التربية والخوف. طيب عشان نفهم احنا وصلنا للمرحلة دي ازاي لازم نرجع لورا شوية لأيام الطفولة. التربية اللي بتبرمجنا وبتربط الحب والقبول بالطاعة المطلقة وإرضاء الناس بتبني جوانا خوف عميق جدا من الرفض. بنكبر واحنا مقتنعين اننا لازم نضحي عشان نتحب، واننا لازم نكون دايما متاحين علشان نفضل في الصورة والناس تقبلنا. وعشان كده الجمل دي بتوضح احنا كبرنا بنسمع ايه: ما تزعلش حد، خليك مؤدب، عيب تقول لا، ساعد حتى لو تعبت. وطبعا الجملة الأشهر: الناس هتقول ايه. الطفل اللي بيكبر وسط الجمل دي بيتعلم ان الحب مشروط، بيكبر وهو خايف يرفض، خايف يطلب حقه او حتى يحط نفسه في أولوية، فبيبدأ يخبي احتياجاته الحقيقية عشان بس يفضل مقبول ومحدش يزعل منه أبدا. النتيجة المباشرة للتربية دي للأسف بتكون إحساس دائم بالذنب. مجرد ما نختار نفسنا أو حتى نريح شوية يبدأ التأنيب الداخلي يشتغل. لو ارتحنا نقول يا ريتني ساعدت، ولو رفضنا طلب نقول يمكن أنا قاسي. حتى لو اشترينا حاجة لنفسنا نحس إن كان ممكن نعمل بيها حاجة لغيرنا. العبء النفسي ده بيحصل لأن الذنب هنا مش معناه إننا غلطانين، هو ببساطة دليل إننا مش متعودين نهتم بنفسنا خالص، ومبرمجين إن راحتنا دايما بتيجي على حساب غيرنا. القسم الثالث لما الطيبة تتحول لاستنزاف، تمن الوجود الدائم. طيب لو فضلنا مكملين في الدوامة دي اللي هيحصل؟ الطيبة شيء جميل جدا، لكن لما تبقى من غير أي حدود بتتحول لشكل من أشكال إيذاء النفس. بنساعد وإحنا محتاجين مساعدة، بندي مشاعر ومجهود بدون حساب، وده بيوصلنا لطريق واحد مباشر، وهو الاحتراق النفسي، الفراغ الداخلي والغضب المكتوم اللي بنقدرش نعبر عنه. خلونا نمشي مع الدوامة دي خطوة خطوة ونشوف بتسلسل ازاي. في الأول بنكون متاحين طول الوقت وموافقين دايما وبنتنازل، فاللي بيحصل إن الناس بتتعود على ده وبيبقى ده سقف توقعاتهم المستمرة مننا، إننا النسخة اللي ما بتقولش لأ. ولما نيجي أخيرا نقرر نحط حد ونبطل نيجي على نفسنا بنلاقي الاتهام جاهز فورا: انتوا اتغيرتوا أو بقيتوا أنانيين. بس الحقيقة إننا ما بقيناش أنانيين ولا حاجة، إحنا بس بطلنا نظلم نفسنا بنفس الشكل القديم اللي الناس استريحت له. النقطة الجوهرية هنا اللي لازم ناخد بالنا منها هي إن كلمة أناني أحياناً بتستخدم كسلاح. إزاي؟ في ناس لما بتفقد السيطرة على المساحة اللي كانت بتستغلها بتستخدم الكلمة دي عشان ترجع الأمور للمكان القديم وتحسسنا بالذنب. يقولوا أنت اتغيرت أو بقيت شايف نفسك. الاتهامات دي في المواقف اللي زي دي غالباً بتكون مجرد اعتراض على إن الشخص بقى أقل قابلية للاستغلال وأكثر وعياً بحقوقه. وعشان نربط الكلام ده بالواقع أكتر، خلونا نتخيل أمثلة يومية بتحصل معانا كلنا. نتخيل شخص بيوافق على خروجه وهو مرهق جدا ومستنزف تماما،
بيعمل كده ليه؟ بس عشان يتجنب إن حد يقول عليه كئيب أو أناني أو إنه بيبعد عن صحابه، فبيفضل راحة الناس ومزاجهم على حساب جسمه اللي بيصرخ ومحتاج يرتاح في هدوء. أو موقف تاني متكرر جدا، شخص يسلف فلوس لحد وهو في نفس الوقت محتاجها جدا لظروف طارئة، بس بيعمل كده لمجرد إنه خايف يرفض أو يقول لأ والناس تزعل منه. الموقف ده بيعكس بوضوح إزاي الخوف من زعل الناس ممكن يمحي احتياجاتنا الأساسية ويخلينا نضغط على نفسنا بقسوة شديدة جدا. ومثال تالت، شخص بيشتغل فوق طاقته بمراحل وممكن ياخد شغل زمايله كمان بس عشان مديره ما يقولش عليه مش متعاون. أو حد تاني بيسمع مشاكل الناس طول الوقت ويشيل همهم، بس وقت ما يحتاج حد يسمعه ما بيلاقيش ولا حد. وأحيانا شخص بيفضل مكمل في علاقة بتستنزفه تماما لمجرد إنه خايف يبقى هو الطرف اللي اختار يبعد. الأمثلة دي كلها بتأدي لنتيجة واحدة في النهاية: إرهاق نفسي شديد، علاقات مبنية على الاستغلال، وضعف في الثقة بالنفس، وفقدان قاسي جدا للسلام الداخلي. القسم الرابع، أسئلة كاشفة، احترام الحدود. لحد هنا احنا فهمنا المشكلة كويس جدا وفهمنا أبعادها. خلونا نتنقل لمرحلة الحل، ونبدأ بإننا نسأل نفسنا شوية أسئلة عميقة ونعمل مراجعة عشان نقدر نفهم احنا فين بالظبط من كل ده، ونبدأ نصلح علاقتنا بنفسنا ونتخلص من صعوبة قول كلمة لا. أول سؤال محتاجين نسأله لنفسنا بصراحة شديدة، هل بنقول وإحنا من جوانا بنصرخ لأ؟ خلونا نفكر لحظة في تقل التنازل ده، إننا نتخلى عن صوتنا الحقيقي وندوس على راحتنا عشان بس نرضي اللي قدامنا. ده شيء مرهق ومؤلم لأبعد الحدود، وبيسيب أثر وحش جوانا بيفضل يكبر مع الوقت لحد ما يطفينا تماما. والسؤال التاني المهم، هل إحنا بنساعد بدافع الحب الحقيقي ولا لمجرد خوفنا من الرفض؟ خايفين إننا لو بطلنا ندي الناس هتبعد وتخلى عننا. خلونا نتفق إن شراء القبول المستمر عن طريق التضحية الدايمة هو صفقة خسرانة. دي صفقة بتخلينا ندي لحد ما ننتفق وما يبقاش عندنا أي حاجة نقدمها لا لنفسنا ولا لغيرنا. الحب الحقيقي عمره ما بيطلب مننا نلغي نفسنا بالشكل ده. القسم الخامس والأخير، خطوات عملية، نختار نفسنا. خلونا نشوف إزاي نقدر نبني على كل اللي فات ده خطة عملية. إزاي نقدر نحمي سلامنا الداخلي من غير ما نحس بالذنب، وإزاي نقدر نختار نفسنا بطريقة صحية ونحط حدود تحمينا وتخلينا نتعامل مع الناس وإحنا مرتاحين ومتصالحين مع نفسنا. خلونا نبص على الجملة دي، مش هقدر المرة دي. الجملة البسيطة دي هي بداية رسم الحدود. رسم الحدود مش معناه القسوة ولا معناه إننا نبعد عن الناس أو نبقى وحشين معاهم، بالعكس تماما. الحدود الصحية هي اللي بتسمح لنا نحب الناس بجد ونساعدهم وإحنا مرتاحين من غير ما نختفي وندوب جواهم وننسى إحنا مين. الحدود ببساطة بتقول ده أقدر عليه وده لأ، وده يناسبني وده ما بيناسبنيش. ولما نتعلم نقول ده فوق طاقتي حاليا، احنا هنا مش بنعتذر عن حقنا في الراحة. لازم نتعلم نسمح للآخرين إنهم يزعلوا مؤقتا بسبب حدودنا. زعلهم مش نهاية العالم، ده جزء من تقبلهم لكنا بشر لينا طاقة بتخلص ولازم تتشحن. الشخص اللي بيحبنا بجد وعايز مصلحتنا مش هيزعل أبدا إننا بنحمي طاقتنا وبنحافظ على توازننا. وجملة زي ما أقدرش أوعدك بحاجة على حساب نفسي، دي بتلخص حاجات كتير جدا. الأصدقاء الحقيقيين واللي بيحبونا بجد هيحترموا جدا إننا بشر وعندنا طاقة محدودة واحتياجات مشروعة لازم تتلبى، ومش هيستعملوا أبدا كلمة أناني عشان يبتزونا عاطفيا أو يضغطوا علينا علشان نعمل اللي هم عايزينه في الوقت اللي احنا مش قادرين فيه. لو كنا بنخاف الناس تقول علينا أنانيين، فده مش معناه إننا ضعاف. يمكن اتعودنا إن قيمتنا في اللي بنقدمه وإننا لازم نرضي الناس عشان نفضل محبوبين. بس الحقيقة الواضحة هنا إن اختيارنا لنفسنا مش خيانة لحد. الاعتماد على إرضاء الآخرين كإثبات للقيمة هو مجرد عادة اتعلمناها من واحنا صغيرين، ونقدر جدا وبكل قوة نكسرها ونغيرها دلوقتي. احنا نستحق إننا نعامل نفسنا بنفس الطيبة اللي بنعامل بيها الناس. وبنختم الشرح بتاعنا النهاردة بالسؤال المهم ده، لو حد تاني هو اللي حط حدود واختار راحته، هل هنقول عليه أناني؟ ولا احنا قاسيين على نفسنا احنا بس؟ راحتنا مش أنانية وحدودنا مش قسوة. خلينا دايما طيبين، بس ما ننساش اننا نستحق الرحمة. لو الشرح ده لمس حاجة جوانا، ياريت نكتب في التعليقات في قناة فهم الذات: اختياري لنفسي مش أنانية. شكرا للمتابعة، ودايما لازم نفتكر نختار راحتنا وسلامنا النفسي.